جايبين راجل اسمه مارك كلاتنبرج عشان يحسن من اداء التحكيم عندنا في مصر. ايه اللي يحصل بقى؟ الراجل يا دوب جالنا ما قعدش عندنا 5-6 شهور، سفالة وقلة أدب وكلام رايح وكلام جاي وحاجات كتيرة، واتهمنا الراجل بكل الحاجات الوحشة. مش احنا اللي اتهمنا، هو شخص واحد بس، هو شخص واحد بس اتهمه بكل التهم دي، هو شخص واحد بس قال في حقه كل الكلام الوحش ده. حتى خلي بالك، حتى ان نادي الاهلي كان برضه بيتعرض لبعض المشاكل التحكيميه، زي ما نادي بيراميدز، زي ما نادي فيوتشر، زي ما نادي انبي. ولكن كمجملا خلاص احنا عارفين ان في راجل لا هيميل هنا ولا هيميل هنا، في راجل هيقول كلمه صح في النهايه، والراجل ده المفروض ان هو جاي عشان يطور الدنيا دي. ايه اللي حصل بقى؟ شوف شوف ذا صن وميرور وكل الصحف العالميه قايله في حقنا اوحش كلام. قول لي كده، مين هيجي مصر؟ مين هيجي مصر يدرب فرقه؟ مين هيجي مصر عشان يحكم مباراه؟ مين هيجي مصر؟ مين هيقبل اساسا يشتغل الشغلانه اللي مارك كلاتنبرج دي كان بيشتغلها؟ صعب جدا، صعب جدا في ظل ظروف واحد هو انسان سليط اللسان، فاتح بقه على كل الناس ومحدش عارف يتكلم معاه، محدش عارف يوقفه. وخلاص عشان ما نتكلمش عنه كتير، هو مش هيحصل اي حاجة فيه. يعني كفاية فضيحة كلاتنبرج اللي حصلت لينا دي، كفاية فضيحة كلاتنبرج. واما نشوف اتحاد الكرة المبجل المعظم اللي بياخد كل الامور بمهنية وبموضوعية، اما نشوف هيحلها ازاي، واما نشوف اساسا هيعمل ايه مع المدعو ده. ونروح بقى لمهاجم النادي الاهلي. خلي بالك بقى عشان هنتكلم كلام مهم، ركز كده معايا. مهاجم النادي الاهلي اللي لسه لحد النهارده ما جاش، مهاجم النادي الاهلي لا طلع موليكا ولا طلع سوزا ولا طلع مش عارف مين ولا طلع مين، وفي النهايه يطلع علينا الكابتن احمد شوبيري يقول لك احنا عندنا مهاجمين كويسين، شريف بدأ يرجع وبدأ مستواه يتحسن، كهربا موجود في الملعب، بيرسي تاو موجود. ايوه، فين المهاجم الصريح اللي الراجل مارسيل كولر طلبه بنفسه وقال لك انا عندي ناس عايز احسن منهم، جبت له اللي احسن منهم. هو الراجل ده كان طالب مهاجم زي ما كان طالب جناح، لكن اللي طلع واتكلم قدام الاعلام نتيجة لان حصل كلام كتير، فطلع قال انا محتاج مهاجم اجنبي يكون افضل من المهاجمين اللي عندي، مش مهاجم اجنبي وخلاص، لا انا عايز واحد افضل من اللي عندي. طيب انت عملت ايه لمارسيل كولر من ساعة ما جه؟ جبت خالد عبد الفتاح اعارة 6 شهور عشان اكرم توفيق اتصاب، جبت مروان عطية صفقة في خط الوسط، تمام، جبت كريستو وبرونو سافيو. كده كده اول حاجة جبناها برونو سافيو اللي لسه ما قدمش المردود اللي النادي الاهلي اساسا عايزه. في كلام طلع وظهر على بالنسبة لبرونو سافيو ان في اخبار بتقول ان النصر السعودي عايز يقدم عرض لبرونو سافيو. الحقيقة الكلام ده مش موجود ومش صحيح لحد دلوقتي، يعني لحد دلوقتي مفيش عرض لبرونو سافيو ومفيش اي كلام ان هو هيزامل كريستيانو رونالدو ويمثل النصر العالمي، ولكن كل ديت اشاعات واللاعب مستمر مع النادي الاهلي. اي نعم برونو سافيو هتقول لي لاعب كويس ولا مش كويس؟ هو مثلا قدر في مباراه الاهلي والزمالك في السوبر ان هو يعمل مردود كويس، وفي كام مباراه بعديها، ومباراه الاسماعيلي الاولانيه اللي لعبها ولكن لسه مستنيين منه كتير. مش ده اللي احنا عايزينه من صفقه، اساسا صفقه المفروض انها صفقه اجنبيه، المفروض تدينا افضل من كده يعني. ولكن لسه هنستنى على التجربه شويه، لسه هنستنى على التجربه شويه لحد ما نحكم عليه. لكن المصيبه ان الراجل مارسيل كولر طلع وقال انا عايز مهاجم صريح. الراجل قالها كده، قال لك ويكون افضل من اللي عندي. هل احنا جبنا له؟ لا، عدى علينا فترتين قيد واحنا محتاجين مهاجم وما جبناهوش، عدى علينا فترتين قيد واحنا ما جبناش مهاجم. فترة القيد دي كانت مدتها شهر، ولحد النهاردة احنا ما جبناش مهاجم اجنبي للراجل، وما جبناش اللي هو طالبه واللي هو عايزه لحد دلوقتي. الراجل هيروح كاس العالم للأندية ولحد دلوقتي احنا ما جبناش مهاجم. هتقول لي طب الموضوع قفل؟ يعني كلام احمد شوبير ان هو بيقفل، وكلام برضو عدل القيع على قناة النادي الاهلي امبارح ان
يعني عايزين احنا دلوقتي عندنا شريف وعايزين نقفل الدنيا على نفسنا، وحتى لو ما لقيناش مهاجم فاحنا اول دوري، فاحنا فارقين مش عارف ايه، فاحنا وصلنا لنهائي الكاس. كل الكلام ده جميل، بس انت نسيت تتكلم عن دوري ابطال افريقيا، نسيت تتكلم عن قوة الوداد، عن قوة الرجاء، عن قوة الترجي، نسيت تتكلم عن اللي هتقابلهم، نسيت تتكلم عن ماميلودي سان داونز، نسيت تتكلم عن فطاحل في دوري ابطال افريقيا، نسيت تتكلم عن فطاحل هتقابلهم في كاس العالم للانديه. وهلم جرة، لسه البطولات عندنا جايه كتير، ولسه الدوري ما خلص، ولسه عندنا بطولات، عندنا سوبر افريقي. فهل احنا مش هندعم؟ لحد دلوقتي الناس منقسمه قسمين، ولكن احب اقول لك ان فعلا الاهلي مخلص مع مهاجم اجنبي. الاهلي مخلص مع مهاجم اجنبي، زي ما مخلص مع جناح برضو اجنبي، والجناح ده هو عالي شويه. ممكن دلوقتي الكلام يكون بين نجيب الجناح، هو بالنسبه جناح شمال زي كهربا كده وعبد القادر، وعيل سوبر، يعني بيعدي من 2 3، وعنده ان هو يعرف يخلق مساحه لنفسه في لحظه. فالمفاضله دلوقتي امير توفيق في اوروبا، ايوه امير توفيق في اوروبا عشان يخلص صفقه مهاجم، عشان يخلص صفقه مهاجم. بس انت سافرت كام مره يا امير؟ سافرت كام مره؟ وجمهور الاهلي مستني بقاله قد ايه؟ مستني بقاله كتير وكتير جدا. ولكن مش هنضغط يا سيدي على الاداره، احنا مش ضاغطين خالص على الاداره، احنا مستنيين. بس الباب القيد هيقفل كمان 2 3، هعمل لسعادتك ايه وانت لسه لحد النهارده ما جبتليش مهاجم؟ ففي جناح، والجناح ده جناح شمال، وفيه مهاجم اجنبي، مهاجم بوكس. طيب في حالة لو امير توفيق فشل في انهاء الصفقة دي او الصفقة دي او انهاء الاتنين، فكده كده الاعلام صدر، او احنا بدأنا يعني نقول للناس كده ايه، ان والله يا جماعة ما تقلقوش، احنا كده كده قايلين لكم ان احنا بنلعب، وشريف رجع تاني للتهديف، وكهربا موجود، وبرسيتاو يلا بينا، فعشان ما يبقاش فيه اي بلبلة. ولكن لو حصل عكس ذلك، فهو احنا جبنا اللي الراجل قال عليه، وجبنا مهاجم للراجل او جبنا جناح للراجل، ده اللي هيتقال. ولكن في كلتا الحالات انا ما عنديش مشكلة في اي حاجة غير ان الراجل ده كويس، الراجل ده بينحت في الصخر، الراجل ده جه بالعوامل اللي معاه قدر ان هو يطلع منهم حاجات كويسة. قدر الراجل ده في ظل الظروف اللي الاهلي كان بيمر بيها والتراجع، الراجل ده جمع الفرقه، وقدر ان هو نشوف تاكتكس ما شفناهوش بقالنا كتير قوي، ما شفناش الاهلي بيلعب الكره الحلوه دي بقالها كتير. فالراجل بقى عنده فكر كويس، الراجل ينقل المباريات لاستاد القاهره، احنا وراه، روح استاد القاهره. الراجل عايز يعمل اي حاجه صح بيشوفها قدامه، ويعدي كل المراحل الصعبه اللي بيمر بيها بكل هدوء. راجل اول الدوري، معاك في كل الكلام اللي الكابتن شوبير قاله، ان هو الراجل ده اول الدوري، الراجل ده جاب السوبر، الراجل ده احنا وصلنا دلوقتي لنهائي كاس مصر، هنلعب دلوقتي كاس عالم للانديه، ولسه دوري ابطال افريقيا و معاك في كل ده. كل الفكره ان احنا كجماهير عايزين ندعم مارسيل كولر في الطلبات اللي هو عايزها، لا اكتر ولا اقل. والمهاجم اللي هيجي للنادي الاهلي او الجناح اللي هيجي للنادي الاهلي، اتمنى ان هو يكون زي ما مارسيل كولر عايز بالظبط، وده اللي انا متوقعه. وهنستنى ال 24 ساعة الجايين نشوف الدنيا هتمشي فيها ازاي. ده بالنسبة للنادي الاهلي. بالنسبة بقى لنادي الزمالك، نادي الزمالك في الرطوش الأخيرة مع ناصر منسي لاعب البنك الأهلي عشان يخلص معاه الصفقة، وصفقة هتكون كويسة جدا لنادي الزمالك بعد المصيبة اللي حصلت في الصفقات، سواء كان سامسون اكينولا ولا زكريا الوردي ولا ابراهيم انداي، اللعيبة اللي كلها أساسا كسر، ولا تليق بنادي الزمالك، ولا تليق أساسا بجمهور نادي الزمالك، ولا ينفع يلبسوا تيشيرت نادي الزمالك. ولكن هنشوف هيعملوا ايه، هنشوف هيجيبوا ايه. لحد دلوقتي نفس الكلام، نادي الزمالك ما دعمش لسه، ما فيش اي حاجه، فمش عارفين برضو الدنيا هتبقى فيها ايه. هو كل الكلام على ناصر منسي، وكل الكلام بقى الاكتر بقى من ناصر منسي، يعني ناصر منسي ده لسه من 2 3 الكلام عليه كتر،
لكن من اول القيد احنا ممدوح اسمه محمود علاء يا كابتن مصلحي، عايزين نرجع محمود علاء تاني للزمالك، لو سمحت عايزين محمود علاء تاني للزمالك. ايوه ماشي، ما هي دي مش صفقه اساسا، محمود علاء ده ابن الزمالك، فدي مش صفقه، ما تعتبرهاش صفقه. زي الناس مثلا اللي بتقول على عوده كهربا فهي صفقه، عوده بيرستاو فهي صفقه، لا دول لعيبه النادي الاهلي، ما فيش جديد يعني، احنا عايزين حد جديد. ف هنشوف صفقات الزمالك راحة لفين، ولسه في كلام على ان في 2 مهاجمين، واحد مكان سيف الدين الجزيري، واحتمال ان سيف الدين الجزيري يبقى فيه كلام عليه على اعارة ولا حاجة، محدش عارف. هنشوف ايه اللي يحصل بالنسبة لنادي الزمالك الفترة الجاية. واخر حاجة بقى عايز اكلمك عليها، تصريحات سيد عبد الحفيظ. سيد عبد الحفيظ اللي طلع وصرح بشوية تصريحات بصراحة، يعني كان في لقاء تلفزيوني وغايب عن اللقاءات من ايام مهيب، لما تأجل مهيب عبد الهادي الحلقة بتاعت مهيب لبعد مهيب وسيد عبد الحفيظ لبعد مباراة الاتحاد المنستيري، الكلام ده كان من فترة كبيرة جدا. طلع بقى الكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا رد على تساؤلات كتير وعلى كلام كتير، من ضمنهم مثلا يعني قال لك ان كهربا كان عنده موقف بالنسبه للنادي الاهلي، كان عنده موقف والنادي الاهلي قدر الموقف ده. زي برضو ما اتسال برضو عن الراجل كولر، وشايف ان كولر ده مدرب عامل ازاي، وانت خضت معاه مباريات كتيره وادى، يعني قال في حق كولر كلام كويس. زي ما برضو اتكلم عن العروض بالنسبه اللي جايه للنادي الاهلي، وطبعا مفيش بقى عروض كتيره حصلت غير للشناوي واليو ديانج. اليو ديانج بيجي له عروض على طول. بالنسبه بقى للشناوي، الشناوي كان جاي له عرض خرافي من النصر السعودي، وهو 1.5 مليون يورو او دولار، 1.5 مليون دولار لمده 6 شهور، اعاره لمده 6 شهور، ولو فعلوا بند الشراء يدفعوا فيه 4 مليون دولار. فده طبعا رقم كبير، ولكن الشناوي رفض. والحاجات دي بتتقدر عند النادي الاهلي، بتتقدر عند الجمهور، بتتقدر عند الاداره. زي ما برضو كلموه، زعلت على مين مثلا بالنسبه لرمضان صبحي ولا حسام عاشور ولا احمد فتحي؟ هو قال انا ما كنتش فاهم الموقف بتاع حسام عاشور، مش فاهم القرار بتاعه كان جه ازاي، مش فاهم هو مشى بالطريقه دي ليه، كان عندي تساؤلات. ونفس الكلام قال علاقته باحمد فتحي ان هو علاقته كويسه ومش عارف ايه. بس انت طلعت من النادي الاهلي بمزاجك، فترجع له مش بمزاجك، مش بمزاجك ان انت هتخش تاني بوابة النادي الاهلي بمزاجك يعني. ولحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي انا بكلمك فيها دي، امير توفيق بيخلص في المهاجم والجناح، ايهما اقرب ان هو يجي؟ نتمنى المهاجم. ممكن كل حاجة تتعطل، وارد، احنا بنشوف العجب في الشهر بتاع الانتقالات ده، بنشوف فيه العجب بصراحة مع النادي الاهلي. لحد دلوقتي الراجل كل اللي طالبه يا عم مهاجم، واحنا ما حققناش الطلب الصغير اللي الراجل طالبه. فهنشوف هيعمل ايه امير توفيق، وهيعمل ايه مجلس الاداره، وقصدي لعيبه النادي الاهلي بكره ان شاء الله هيغادروا يروحوا المغرب لمواجهه اوكلاند سيتي يوم 1 فبراير في كاس العالم للانديه. نتمنى دايما التوفيق للنادي الاهلي وكل الانديه اللي بتشرف مصر بره مصر. واشوفكم في حلقه جديده يا دكاتره الكوره. وما تنساش ان انت الداعم الوحيد ليا، فتنزل حالا تشترك في القناه لو انت لسه جديد، وتفعل زر الجرس وتصلي على النبي. واشوفك في حلقه جديده صاحبي، والسلام عليكم.